السلام عليكم. كل زملكاوي محبط زيي. استأذنك تسمعني في كلمتين هقولهم ومش هطول عليك. يعني يعلم ربنا أنا ما كنتش عايز أطلع في فيديو ولا أتكلم عن أي حاجة بخصوص الماتش، لأن بجد وصلت لدرجة من الزهق والقرف والإحباط اللي تخليني أفقد الشغف إن أناقش أي حاجة، لأني بخاف لو اتكلمت من قلبي بصراحة يعني أتفهم غلط، أو يبقى كلامي تقيل على بعض الناس فيزعلوا مني أو أسمع منهم حاجة تزعلني، لأننا زملكاوية زي بعض. والزعل لما يجي من زملكاوي لزملكاوي بيبقى صعب أوي يا جماعة. لكن قسما بالله أنا اللي هقوله لك هو حقيقة الوضع والحال اللي وصل يعني بالزمالك للدرجة دي، اللي وصل بالزمالك للدرجة دي من البؤس والاستباحة وقلة الحيلة، ووصل الجمهور لحالة الكآبة والغم والنكد المتواصلين دي اللي احنا بنعيشها بسبب تشجيعنا لنادي بنحبه وبنحس انه حتة مننا واحنا حتة منه. الوضع اللي احنا فيه دلوقتي بجد حاجة تحزن والله. نادي بالتاريخ ده وبالعظمة دي بالجمهور العظيم ده يستحق احسن وضع، يستحق افضل مكانة، يستحق احسن لعيبة واحسن مدربين، ويستحق مجلس ادارة يليق بحجم النادي، ويستحق وجوه اعلامية تمثل النادي افضل من اللي بنشوفهم بمراحل. يا جماعة الموضوع مش موضوع خسارة ماتش ولا خسارة بطولة، لا يعني لو ده مجرد تفكيرنا على قد ماتش او بطولة، يبقى اسمح لي يعني احنا ما نستحقش نشجع الزمالك اصلا كده بقى بالوضع ده، لان الموضوع اكبر واعمق من كده بكتير، بكتير جدا. احنا بقينا رمز للبؤس، بقينا ايقونة للاحباط، بقينا بنعيش بس على الاطلال وذكريات امجاد الماضي. لكن واقعنا مظلم وحالنا يصعب، ولازم كلنا نعترف بده وما نكبرش ان واقع نادينا بقى كده من سنين طويلة. طب ليه حالنا وصل لكده؟ لازم يكون عندنا يا جماعة شجاعة اننا نشوف ايه اللي عملناه غلط، ونشوف ايه اللي يعني ونشوف ايه مشاكلنا دي اللي ما بتخلصش ونعترف بيها، وبعدين نشوف ايه الحلول الممكنة يعني عشان نعالج البطحات اللي في دماغنا من سنين طويلة دي. اولا يعني اول حاجة في الكوارث دي لازم نغيرها بقى، لازم يعني نغيرها بقى، هي ادعاء المظلومية ودور الضحية اللي دايما عايشين نفسنا فيه. ده اقسم بالله العلي العظيم من اكبر الاسباب اللي وصلتنا للحال ده، ان انت كجمهور بقيت مستعد تتقبل اي فشل او اي خسارة او اي عجز او تقصير او اي اخفاء من اي حد داخل منظومة الزمالك، لمجرد انك حاسس ان ده حصل عشان احنا بنتحارب، احنا نادي مظلوم، ان الكرة الارضية كلها عاملة علينا رباطية ومؤامرة. انا مش بقول لك ان الدنيا وردي وان الامور ماشية بالنزاهة وبالعدل، لكن حاول تفهمني، يعني مش هو ده السبب الرئيسي لحالنا السيء يا جماعة. يعني نمسك العقل شوية. انت بتاخد بطولة كل فين وفين، بقيت بتكسب بالعافية كل ماتش بتلعبه مع اي فريق مهما كان مين هو او مهما كان اسمه، بتبقى حاطط ايدك على قلبك ومن جواك بتبقى مش واثق من فرقتك، ولا عندك يقين ان الزمالك هيخلص في اي وقت، لا.
انت بقيت دايما قاعد متوتر في اي ماتش، خايف يخش فيك جون. انت بقيت بدل ما تركب اي فريق تقابله معنويا قبل الماتش، انت اللي بتبقى مهزوز نفسيا. وده مش من موسم ولا اتنين ولا 10. دي مشكلة يعني مزمنة من سنين طويلة. طب ليه؟ عشان النجاح بيتحقق لما تاخد بالاسباب، واحنا ما بناخدش بالاسباب. ثانيا، ادارات الزمالك دايما فيها مشكلة. لو لقيتها قوية وبتفهم كورة، تلاقيها مندفعة وما عندهاش حكمة ولا عندها ضبط للنفس. ولو لقيتها اقتصادية وعندها قدرات مادية، آه، يعني تلاقيها ما بتفهمش كورة ولا بتعرف تجيب صفقات. ولو لقيتها حكيمة ومحترمة، تلاقيها ما عندهاش قدرات مالية. والإدارة بقى دلوقتي يعني وصلت بقى لمرحلة الليفل الوحش بقى، لا قوية ولا عندها قدرات مادية، ولا بتفهم كورة ولا كاريزما، وما بتعرفش تتكلم ولا بتعرف تجيب صفقات. يعني سواد السواد، سواد السواد. ودي أزمة مستحكمة في الزمالك. ثالثا، إعلاميين الزمالك بقى اللي بيطلعوا لنا في البرامج والسوشيال ميديا ويتكلموا باسم الزمالك، والله العظيم مسخرة. أقسم حاجة تكسف، والله حاجة تكسف. لا كاريزما ولا ثقافة ولا فن حوار ولا لباقة ولا ذكاء في الردود، صوت عالي وزعيق وخلاص. وأي حد بيقعد قدامهم بيغلبهم بالكلام. حاجة تجيب المرض والله فعلا. رابعا، رجال الأعمال بقى الزملكاوية اللي بالمئات، انتوا فين؟ انت فين يا باشا حضرتك؟ انت فين يا فندم معاليك؟ هو انتوا ايه يعني محسوبين على الزملكاوية بالاسم كده وخلاص؟ زيكم زيي؟ طب انا راجل مشجع غلبان مواطن عادي، لا انا مليونير ولا عندي شركات وبزنس ولا صاحب اعمال ومشاريع، يعني على الله مفيش في ايدي حاجه اعملها اصلا. انما حضرتك يا باشا ربنا موسعها عليك، ومعاك اللي مش معانا، وبتقول انك زملكاوي زينا. طب ما تشوف النادي ده بحاجه. النادي ده اللي انت بتحبه وبتنتمي ليه، ملوش حته صغيره كده من وقت حضرتك او اعمالك؟ جمهور الزمالك العظيم ده ملوش خاطر عند سعادتك؟ ما بتزعلش ولا بتتضايق حضرتك لما بتشوف الجمهور محبط بالشكل ده؟ ما بتزعلش ولا قلب حضرتك بيوجعك وناديك في حالة الكرب دي؟ والله العظيم ما عارف اقول ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. لك الله يا الزمالك، ومن بعده جمهورك العظيم، جمهورك الأعظم والأوفى من بين كل جماهير أندية العالم. ما تزعلوش. زي ما قال ربنا: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.